السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. لو عندك لفة جلاش وزهقت من الأكل التقليدي، يلا نعملها بالطريقة دي، هتطلع ألذ من الفطير وأخف من الرقاق. هنعمل الجلاش بقطع من الشاورما. بس يا حبايبي، اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. وصلوا لي الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، ونسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف أحلى وأجمل وأخف جلاش عملناه بالطريقة السهلة البسيطة دي ازاي. حاجة هنا معايا حوالي 300 جرام من الشاورما، أنا مقطعاها رفيعة جدا. هنا التوابل بتاعتي: توم باودر، معلقة من ملح صغيرة، وفلفل أسمر، وبابريكا، وتوابل شاورما، والسبع بهارات. اي توابل انتي حابه نكهتها حطيها. هنحط كوبايه الزبادي وعليها التوابل دي. وهنا بقى نص ليمونه هحصرها على التوابل والزبادي، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. وبعدين هنزل بمعلقه صغيره من الخل الابيض. تتبيله الشاورما دي جميله جدا، اعمليها وهتطلع معاكي ممتازه. بعد ما قلبنا كل المكونات دي مع بعض، هنزل بقى بالشاورما بتاعتي، وهنغلفها كلها بالخلطة اللي احنا عملناها دي. لو عايزة تسيبيها ليلة كاملة قبلها اعمليها، لو كده ساعة او 2، وبرضو هتديكي نفس النتيجة. وبعد ما قلبناها، يلا نجيب طاسة على النار، وهنحط فيها معلقة من السمنة او ميكس من السمنة والزيت، وهنزل بقطع الشاورما. هنوزعها على الطاسة، وهنسيبها علشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنوزعها في الطاسة وهنسيبها. اول ما هتغير لونها هنعمل ايه؟ هنهدي النار بقى ونسوي الشاورما بتاعتنا دي. خلاص احنا كده وزعناها في الطاسة وسيبناها. هنقلب بقى. اول حاجة هنرفعها على نار عالية، وبعدين هنهدي النار ونسويها، مش هتاخد وقت معانا خالص. وخلاص احنا بعد ما قلبنا والشاورما بتاعتنا خلاص دخلت على سوا، انا بقى ايه؟ هحط حبة من الفلفل الالوان. مش عايزة تحطي فلفل ما تحطيش. انا عندي فلفل احمر واخضر، وهنبدأ ندب الفلفل ده. ريحة الفلفل والشاورما صراحة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. خلاص كده هنسيبها لمدة 3 دقايق، والحشوة بتاعتنا جهزت. يلا بقى نقول الطريقة بتاعتنا هنعملها ازاي. هنا معايا لفة من الجلاش حوالي نص كيلو. هنبدأ نعمل ايه؟ هنجيب ورقة كده ونطبقها لفة الجلاش كلها دي، هتسهل عملية الرص الصينية بتاعتي. هنحط ايه؟ ورقة ورقة كده وهنطبقها. هنعمل لفة الجلاش كلها بالطريقة دي، وهنغطيها بفوطة علشان الجلاش بتاعي ما ينشفش. وبعد ما خلاص رصينا الجلاش كله كده وغطيناه بالفوطة، هنا معايا نص كوباية من السمنة على الزيت. لو متاح عندك سمنة اعملي سمنة، لو عايزة تعملي ميكس بين السمنة والزيت زي ما انا عملت اعملي. هنجيب نص لفة الجلاش هنرصها في الصينية، وبين كل طبقة وطبقة هندهن بالميكس اللي احنا عملناه بالسمنة ده، هيدينا التوريقة الجميلة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. وهنبدأ كده لحد ما نخلص نص لفة الجلاش. وبعد ما خلاص خلصنا نص اللفة، وبين كل طبقة وطبقة دهنا معلقة صغيرة من السمنة، هنبدأ بقى نجيب الايه الشاورما بتاعتنا الجميلة ونوزعها في الصينية. لو انا عندي في الوقت ده عندي ميكس جبن، عندي موزاريلا، عندي شيدر، ممكن نحط حبة على الحشوة اللي احنا حطيناها دي، هتدينا طعم جميل جدا. ولو مش متاح عندك اعمليها بالطريقة دي، هتطلع معاكي في منتهى الجمال.
وبعد ما حطينا الحشوة بتاعتنا هنبدأ نجيب نص لفة الجلاش التانية وهنحطها على الحشوة، وبين كل طبقة وطبقة هندهن معلقة صغيرة من السمنة. وخلاص احنا كده هنخلص نص لفة الجلاش، وهنبدأ بقى نقطع الصينية بتاعتنا. التقطيعة حسب ذوقك واختيارك. وفي الوقت ده انا سخنت الفرن على درجة حرارة 180. وبعد ما قطعنا الجلاش بتاعنا يلا بقى نعمل احلى واجمل تشريبة للجلاش. معايا هنا بيضة عليها كوباية من الحليب ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ولو عندك فلفل ابيض حطي بدل الاسمر. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. التشريبة بتاع الجلاش دي بسم الله ما شاء الله تودي الجلاش في حتة تانية. وبعدين هحط معلقتين من السمنة وهنقلب كل الخليط مع بعض. وبعد ما قطعنا الجلاش هنبدأ نسقيه التشريبة الجميلة دي. هنسقيها بكوباية الحليب كلها. وبعد الجلاش بتاعنا ما شرب التشريبة هنبدأ بقى نحطه في الفرن على الرف الأوسط، وهنسيبه لحد ما يتحمر من فوق ويتحمر من تحت. وعندي لو اتحمر من تحت وما خدش وش اللون الذهبي من فوق نشغل الشواية لمدة دقيقة، وهيطلع معانا بالجمال والحلويات دي. ايه رأيكم في صينية الجلاش الجميلة دي؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة. اسيبكم في رعاية الله وامنه.